بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة موجهة من جميع سجناء الحق العام بالمملكة العربية السعودية إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ذخرا للوطن والمواطنين. بالأمس القريب أنت بنفسك أعلنت في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بأن لكل مواطن سعودي الحق برفع شكوى ضد الملك شخصيا وضد ولي العهد وولي العهد وضد جميع الأسرة المالكة، بأن من له مظلمة فليرفع، فأبوابنا مفتوحة لجميع الشعب السعودي، للأغنياء والفقراء. نحن سمعنا كثيرا ولم نرى تنفيذا بالفعل، وإنما سمعنا بالقول. فجميع السجناء منذ وفاة سيدي خادم الحرمين المغفور له بإذن الله طيب الله ثراه الملك عبد الله بن عبد العزيز لم نرى عفوا، وإنما نسمع عنه في وسائل الإعلام. جميع أمهاتنا وآباؤنا وأخواننا زوجاتنا وأولادنا يسألون لماذا لم يطلق من يعولنا؟ أين أبناءنا أخواننا؟ جميع أزواجنا نساؤنا يقولون أين أزواجنا؟ أنت أصدرت عفو، مين اللي يطلع في العفو؟ اللي باقي له شهرين أو 3 أشهر. جميع من أحكامهم 15 عاما، 10 أعوام، 12 عاما، من مات أباه في السجن، من انسجن أخوه، من ماتت أمه. لم نرى أحدا انطلق في جميع العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أو سيدي صاحب السمو الملكي ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان. لم يطلق أحد من الأحكام الطويلة. أين العفو الذي تتكلمون عنه؟ وأين هو العدل؟ هل هذا هو العدل؟ اليوم دنيا وبكرة آخرة، غدا ستموت في القبر في البرزخ، وغدا ستبعث للحياة، وغدا آخرة ونار، وخلود في الجنة وخلود في الجحيم.